ها التشكيله اللي غيدخل بها محمد الوهبي ضد منتخب الاكوادور، وهاد التشكيله غطيح 100% حيت اخوتي كيوصلوا لي التسريبات من الجامعه. سمعوا معايا. يا مصيف السلام عليكم، كي داير؟ لاباس بخير؟ هي صيفطها لي اخويا مصيف. هادشي اللي غيكون في التشكيله 1000%، ماشي 100% ولا 90%، 1000%. هادشي اللي غيكون، هادشي اللي كتشوف دابا هنا. كما عارفين ان المنتخب المغربي غادي يواجه الاكوادور اليوم مع 9 رباع، وما غاديش يلعبوا في المغرب طبعا، غادي يلعبوا في مدريد. واليوم المنتخب المغربي غادي يحتفل بالكاس ديالو، رغم ان السنغال مازال ما سلمت الكاس، ولكن غادي يحتفل. المغاربه غادي يكونوا حاضرين بقوه، ما كرهناش احنا نطلعوا تماك، ولكن ما كسبش المره الجايه ان شاء الله. ودابا غنعطيكم التشكيله المتوقعه اللي غيدخل بها الوهبي، وهاد التشكيله غطيح 100%. في حراسه المرمى عندنا ياسين بونو، في الاظهره عندنا اشرف حكيمي، في اليمين واليسار عندنا نصر مزراوي، في قلب الدفاع عندنا يوسف ديوب واسماعيل باعوف، في وسط الميدان عندنا عز الدين أناحي وسمير المرابط ونايل عناوي، وفي الهجوم عندنا ابراهيم دياز، في الجهه اليمين الجهه اليسار عبد الصمد سوزولي، وراس الحربه ديالنا ايوب الكعبي. هاد التشكيله خوتي هي اللي وصلت لي في التسريبات، و100% هي اللي غادي تكون. المهم قول لي كيف جات لك التشكيله، واش غادي نضربوا اليوم الاكوادور ولا لا؟ وما تنساش تخلي معك واحد المتابعه باش نوصلوا المليون، ما بقى والو. طاقه ساعه العمل الى الامام، الى الامام.